لو انت للحين تستخدم متصفح كروم فانت حرفيا جالس تضيع على نفسك وقت كبير مره، لان هذا المتصفح الجديد اللي بالذكاء الاصطناعي اللي تقدر تستخدم من خلاله جي بي تي وجيميناي وكلود وجروك غير فكره التصفح تماما. يعني مثلا انا جالس اتسوق وشفت هذا المنتج وما ادري هذا المنتج يناسبني ويناسب شغلي ولا لا، كل اللي علي اضغط هنا على اسيستنت، وهنا اقدر اساله عن اي شيء بخصوص هذه الصفحه. حرفيا هذا مساعد شخصي لك وتقدر تخليه يستخدم الصفحه زي ما انت تبي وبالامر اللي انت تقول له عليه. مثلا هنا سالت عن هذا الجهاز انه هو يناسب شغلي وقلت له يعطيني مراجعات له باليوتيوب. الحين بيبدا يحلل الصفحه ويشوف الجهاز ويبدا يفهم السؤال حقي. حلل لي الجهاز وشاف هل هو يناسب استخداماتي واعطاني مراجعات له باليوتيوب. وميزه خرافيه فيه، مثلا قلت له ابغى نفس هذا الجهاز بس ارخص، ابحث لي بالنت عنه. الحين جاب لي نفس الجهاز بس ارخص وباكثر من متجر ثاني واعطاني الروابط حقت المتاجر. مثلا هنا كنت ابغى احجز تذكره، قلت له يدور لي على ارخص تذكره من الرياض لجده. الحين بدا يستخدم الموقع وبيبحث عني وبيدور لي عن ارخص تذكره موجوده. الحين هو جالس يبحث، كل اللي عليه لو ابغى اختار شيء مثلا اضغط على بوز واختار انا. وهنا بعد ما لقى لي ارخص تذكره واكتب لي هنا وش التذكره والتفاصيل حقتها. وايضا هذه الميزه مره رهيبه، لو عندك مثلا محاضره او مقطع مدته طويله مره يمديك تقول له اختصر لي هذا المقطع واعطني اهم المواضيع فيه، والحين هو بيبدا يحلل طلبك وبيبدا ينفذه. الحين اعطاني اهم المواضيع بالمقطع واعطاني اللي انا طلبته منه، وهنا اعطاني بعد الدقائق اللي مذكور فيها كل موضوع. طبعا اللي نتكلم عليه هو متصفح كوميت الجديد من بربلكسي، لكنه للحين ما اطلق رسميا، لكن اذا حاب تستخدم الحين لازم تكون مشترك بالبرو او بالماكس. وعشان نفهم سوينا لك عرض الحين على بربلكسي برو اشتراك سنة زائد دعوة للمتصفح. اشترك الحين ولا تضيع الفرصة عليك، وتابعنا عشان معلومات اكثر من هذا النوع.